يا لول. يا ابو صلاح. ايه الاخبار؟ مية مية الحمد لله. هنعمله ايه؟ هنعمل كبده اسكندراني. حلو. يلا بينا، سندوتشات كبده اسكندراني. حلو قوي. اكله سريعه وحلوه. يلا بينا. يلا بينا. دلوقتي معانا 3 قرون فلفل قطعناهم حامي طبعا. حامي، امم ومعلقتين توم مفرومين هنحطهم هنا كله مع بعض. تمام. اه. هنحط الخل، يعني نقول يعني نص ربع كوباية خل، حبة صغيرين مش كتير. تمام. نحطهم كده برضه، ونحط كزبرة ناشفة. تمام. تمام. وفلفل اسود، شطة، ملح، فلفل ابيض، كده توم باودر، بصل باودر، كله يتحط معاهم. تمام يا باشا. تمام. نجيب كله مع بعضه. دي التحقيقة. الحباش. نخش على الكبير قوي، كبدة، نص كيلو كبدة، مش عايزين ايه كتير. نخلط كله مع بعضه، نسيبه في التلاجة مثلا نص ساعة، مش عايز تسيبه عادي برضه مفيش مشكلة. كله في الطعم مش هينزل، هتفرق كتير يعني. مش هتفرق كتير. يلا بينا نخش على النار. نار عالية في الأول، نحط الزيت بتاعنا. حط براحتك، حط براحتك. أكلة شعبية اسكندرانية. دلوقتي الزيت معانا سخن، نحط الكبدة. يلا. النار عالية بس دلوقتي، وهنوطيها يعني. الكبدة يعني ايه اسكندراني، متقطعة ايه رفيعة خالص، فهي هتخلص معانا بسرعة يعني. هتسيبها في 10 دقايق كده، مش هتقعد كتير. وأنا هي على النار عالية وأنا بقلب، الدنيا معايا تمام يعني. كده الكبدة بتاعتنا خلصت. بص بقى لونها عامل ازاي. تمام. نفس حلو كبدة قوي. اللي بره والله، يعني التتبيلة بس ايه، معرفش زيها ولا لا، بس هي نفس الريحة. انت شامم الريحة ولا مش شامم شامم؟ والله. هو اعتقد هنا احسن عشان انت ضامن الزيت. اه طبعا. صح. الزيت بيتعمل مرة واحدة، ومش هحط زيت زي الكلام ده، بس انا كان لازم احط زيت كتير عشان تبقى زي بتاعت بره، بس انا مش هاخد الزيت ده يعني الكلام ده كله لا. تمام. وادي العيش الفينو، اكلة شعبي، مفيش احسن من الاكل الشعبي. كده خلصنا السندوتشات كبدة اسكندراني. و قول لي ايه رأيك يا حبيبي، ايه رأيك في الريحة؟ ريحة زي بتاعت بره، لا بالظبط، والفلفل وبتاع. الطعم زي بره. اه يعني والله. التكلفة دي النص كيلو كبدة مكلفتناش يعني 100 جنيه كمان والله. بالعيش يعني بالبهارات يعني نقول بالزيت الرغيف بكله ده صح. يعمل له 7 جنيه، اه. احنا عملنا 12 ما شاء الله رغيف، ما كلفش 14. كمان ال 100 جنيه. يعني احنا ايه، كسبانين في الموضوع ده. احنا كسبانين وهناكل كمان. والناس تقول رأيها ايه في الكومنتات، اه ويعني ويعلقوا كده واشتراك ولايكات. وفي حاجة تانية بس عايز اقولها. ايه. لو حد مثلا عنده فكرة، عنده أكلة عايز اه يعملها. يكتبها برضه في التعليقات، بالظبط. يكتبها في التعليقات في أي اي. أفكار، يعني حد عايز اه يساعدنا بأفكار معاك مثلا برضو. اللي عايز يقول لي يعمل ايه واعمله انا، مثلا ايه بطريقة مختلفة، اعملها على طول ان شاء الله. في حاجة كمان، آخر حاجة إن شاء الله. لو حد عنده أي تعليق سلبي
يقول حاجه مش برضه. عاجباه، ايوه طبعا. في حاجه مش عاجباه في التصوير، في الصوره، في الصوت، في شكلي. في الاكل طبعا يقول يعني. تمام. بس السلام عليكم. شكرا ليكم. لا، سلام عليكم. عليكم مع السلام. السلامة.